السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير وستر. حقك علي يا عزيزي المتابع اني ارتقي بذوقك واني اجيب شيء ينفعني وينفعك، لكن حقي عليك انك اليوم والاهم اليوم تتابع لين يخلص الستوري، لا تعطيني سكيب، ضروري تتابع. قضية ادري انك بك دين وحبيب وسانع، بس الشيطان حريص. ارقام مخيفة جيت اعطيك انا المعلومات علشان يوم من الايام ما تكون رقم لا سمح الله. من اليوم الصبح استقبل 232 اتصال في هذا الوحدة، 61 منهن قضية ابتزاز بس اليوم الصبح. كل هذول الشباب قاعدين يستقبلون الاتصالات. وش السالفة؟ بعطيكم السالفة دقيقة. أنا الآن في وحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خليك معي. سواء بنت، سواء شاب، سواء رجل كبير بالسن، كلهم تعرضوا لابتزاز. بعطيك 3 طرق هي الأكثر ممكن تتعرض للابتزاز. في الدول العربية مجاورة حاط مكاتب وشركات تشتغل علينا، بنات فارهات بالجمال وارقامك وبياناتك من حسابك بتويتر او حسابك بانستغرام، تدخل عليك وتعلق على صورة، كلمة من هنا كلمة من هنا كلمة من هنا، تعارف. ثم بعد انقياد بنت حلوة زينة دخلت عليك واتساب، هلينا منصور، شو اخبارك؟ انا جزت لي الصورة الفلانية، جزت لي التغريدة الفلانية، شكرا، ما ادري كيف. شوي شوي صار في تعارف، اخذت وعطيت. وش رايك ننتقل للبرنامج ثاني وناخذ راحتنا اكثر؟ هي تقول لك طبعا فتنة، حاطين بنات يعني ما ادري ايش اقول لكم، حطيت ملكات جمال. 3 برامج على الاكثر حسب استطلاع الاخوان انه ينقل لهن، برنامج الايمو واللاين الفي سي اي. الانتقال هذيك البرامج، بعدين هي تبدأ تعرض جسمه، تطلب منك، تعطيك حبال شهر شهرين لين تثق. هم أنت ممكن تفتح الكام، من يوم ما تفتح الكام انتهى موضوعك واخذت صورك على طول، تروح للموظفين عندك بانستغرام، تروح للموظفين عندك بتويتر، تبدأ تشتغل عليك. طبعا إذا خلصت هي خلاص تحولك لقسم ثاني اسمه قسم المحاسبة، اللي بياخذون منك مبالغ طائلة وصلت في أحد المبتزين هنا ل 100,000. القضية الثانية، أنت يا أختي العزيز وانتبهي للكلام هذا زين أرجوك، أنت ركبتي مع حقين مشاوير، مطلع لك شاحن سلكين شاحن ورا، سامسونج وايفون، قال له يعني انه خدمات وكذا، تاخذين تشبكين الشاحن هو لابتوب وتحت الدرج، يضغط انتر كل بيانات تتحول للابتوب، وهذه احد طرق الابتزاز. نعم لا تثقين في اي شاحن مهبلك. سجلت حالات ابتزاز بهذه الطريقة. الاطفال يا ناس من يتصور حالات اطفال تم ابتزازهم؟ الاطفال مساكين يخاف، وهو من أسهل الصيدات للابتزاز الطفل. لذلك انتبهوا لأطفالكم، وبعلمكم الطرق اللي يجون الأطفال. دائما ما تكون عن طريق الألعاب، ألعاب الأطفال، يرسلوا اللعبة، بعدين يرسلوا صورة، بعدين يرسلوا مقطع، بعدين تعال أنا وياك، بعدين ما أدري ويش، بعدين يبتز الطفل. حتى وصل بعض ابتزاز الأطفال إنه يامر الطفل إنه يصور أهله. سجلت هنا. برضو من الطرق بعض الشباب ينشئ حساب بسناب شات باسم بنت ويضيف البنات. البنت طبعا تشوف انه اللي ضافته بنت، ايش تضيفه؟
فمن مقاطع رقص معينة أو شيء أو احتفالات ياخذهن ويبدأ يبتز البنت، مع أنه بعض الصور لو انتشرت ما في إشكال. يعني مو المشكلة إن اللي تطوع المبتز وتقع في مشكلة أكبر من مشكلة إن انتشرت له صورة، فكل ما له يكبر حجم المشكلة لين يصير ما يقدر يسيطر عليه. طبعا هم ما خلوا البنات اللي قاعداتهم ببيوتهن ووصلوا لهم قدروا يبتزونهن، والبنات اللي برا ما خلوا الرجال اللي قاعدين ببيوتهم وقدروا يبتزونهم، وارقام كبيرة. وصوريتكم الصورة 60 اتصال بس اليوم الصبح. اما البنت اللي تطلع عند تجاوزات هذه وش ذي؟ مي بولاعة، هذه كاميرا، وهذا ما هو بقرم، هذه كاميرا. يوثق كل حالة الخروج ويبدأ يبتز ابتزاز جنسي وابتزاز مالي. لا تثق في أحد. مشاكل ابتزاز كثيرة، لكن خلونا نشوف طرق المعالجة في هذه الوحدة اللي ما لها مثيل حقيقي. وطرق المعالجة فيها احترافية، وفيها شباب IT ومهندسين تقنية وناس لهم خبرات طويلة.